انا معين. لو مش عارف ترسم العنب تعالى معايا واقولك ازاي ترسمه. هات ورقه وقلم بسرعه، يلا يلا يلا. هيا بنا في عالم كل حرف ورسمه بمعلومه جديده. عملنا خط زي القوس وعملنا خط تاني زيه كده كأنه حرف الر مثلا. نبتدي بقى نعمل العنب، وده من اسهل الحاجات اللي ممكن ترسموها. عبارة عن دواير. مش عارف ترسم الدايرة، ارجع للكورس بتاعنا الرسمة للمبتدئين. هحط لك لينك الحلقة من الحلقات عشان تتفرج على كل الحلقات وتتعلم ازاي ترسم الدايرة وترسم اي حاجة انت شايفها صعبة. وزي ما تعودنا ان اي حاجة لما نتدرب عليها كتير اللي بيحصل نعرف نرسمها كويس جدا جدا. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا كل مره هقولها لكم في كل فيديو بنزله ان انا ببقى مبسوطه جدا 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 وانا بعمل فيديو جديد، وان انا مثلا بدور على معلومه جديده عن الحاجه اللي انا برسمها عشان اقولها لكم. فالموضوع ده بيفرق معايا جدا. مبسوطه ان انا حتى لو حد بيسمعني لاول مره او بيسمعوني اللي عارفيني انهم مستنيين الفيديو بتاعي علشان يسمعوا معلومه جديده وهما بيتعلموا حاجه جديده بيرسموها. الموضوع ده بيفرق معايا جدا. انا مبسوطه قوي يا جماعه، بجد بجد مبسوطه بكل واحد بيعمل لي لايك وكل واحد بيكتب لي كومنت وكل واحد متابعني وبيتفرج على حاجه من اللي انا بقولها وبيستفيد منها حاجه وبيشيرها لاصحابه وبيتعلموا هما كمان. الموضوع ده بسطني جدا 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 بجد. شكرا لكل واحد بيشير اي فيديو انا بنزله وبيعمل لي لايك وبيكتب لي كومنت ومتابع كل حاجه انا بنزلها. بجد انا بحبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكومنت، وما تنسوش تشيروا الفيديو لاكبر عدد من صحابكم عشان يتعلم ازاي يرسم العنب ويتعلم من سلسلة كل حرف ورسمة بمعلومة جديدة. فاسيبكم بقى تركزوا كده وانتوا بتحددوا العنب والحرف. جت مرحلة التلوين. اول حاجة زي ما انتوا شايفين بدي لون كده عام للعنب وهو درجة من درجات الموفات. طيب جاهزين تسمعوا المعلومات اللي انا محضرها لكم عن العنب؟ انا بالنسبه لي شويه معلومات. انا اول مره تخيل ان انا كنت هعرف معلومات عن العنب كده. العنب اولا كده العنب منه الاحمر والاخضر والبنفسجي اللي انا هلونه دلوقتي معاكم. كمان العنب ممكن نعمل منه المربى وعصاير مختلفه وحاجه اسمها الدبس. كمان لما العنب بيتجفف تخيلوا بيطلع منه ايه يا جماعه؟ الزبيب يا جماعه اللي احنا بناكله. انا عن نفسي بحب الزبيب جدا. هل انتوا كمان بتحبوا الزبيب زيي؟ دي حاجه. كمان فوائد العنب بقى حاجات كثيره جدا. اول حاجه بيقلل الكوليسترول في الدم. في اكل العنب كويس جدا عشان فيه نسبه حديد عاليه جدا. هنكمل معلومات عن العنب بس نركز شويه في تلوين العنب. هتلاقوني انا المره دي عملت العنب
موفات، فهتلاقوني حطيت درجة موف فاتحة خالص في الاول، بعد كده حطيت درجة يعني فيها فوشيا شوية، بعد كده درجة فاتحة شوية من الموفات. فالمهم انتوا عارفين عندي ان انا بعمل ايه، بحب ادمج الالوان علشان ادي غنى لوني. فهتلاقوني حطيت كل درجات الموفات، وفي الاخر خالص هحط تاتش اصفر كده، فهيدي لمعة حلوة قوي ليه. وبعد كده هنعمل ورقة العنب، بس نركز شوية واحنا بنلون العنب. هسيبكم بقى تركزوا كده وشوية ارجع لكم تاني. نرجع بقى لفوائد العنب لينا كتغذية، فيلا بينا نكمل معلومات عنه. بيحسن من صحة البصر، بيقوي الذاكرة، واقي من المرض السكر، كمان بيخلص الجسم من اي سموم فيه. تمام، ده كده بالنسبة للعنب كفوائد كتغذية. هسيبكم تاني تركزوا وانتوا بتلونوا العنب، ونرجع تاني كمان شوية نكمل معلومات عن العنب وفوائده لينا. فيلا بينا نكمل تلوين. يلا بينا نكمل معلومات عن العنب ونعرف فوائده للبشرة. البشرة بقى بتستفيد منه في ايه؟ اول حاجة بيقلل من ظهور الشيخوخة مبكرا، كمان بيقلل من النوبات القلبية، كمان بيقلل يعني بيخلي مرض السرطان ما يصيبش الجسم، بيخلي الانسان يتخلص من اي اكتئاب. ده بالنسبة لفوائده للبشرة. جات مرحلة تلوين ورقة العنب. اول حاجة هتلاقوني حطيت احمر، هتستغربوا هحط احمر عادي. بعد كده هحط درجة من درجات اللبني، بعد كده هحط بقى درجات من درجات الاخضر عادي جدا. انتوا عارفين دايما انتوا هتلاقوني هحط الوان كتيرة قوي، بعد كده بحط اللون الرئيسي عشان يدي غنى لوني. فاستمتعوا وانتوا بتلونوا، حطوا الالوان اللي انتوا بتحبوها. مفيش حاجة اسمها لا ما ينفعش، لا كل حاجة تنفع. المهم تحط الالوان اللي انت تحس انك انت مبسوط وانت بترسم الرسمة بتاعتك. زي ما انتوا شايفين كده حطيت درجة من درجات الاخضر الفاتحة، وهلون ورقة الشجر كلها. بصوا لما حطيت الدرجات الاولانية الاحمر واللبني، شفتوا ادى ضي حلو ازاي. بعد كده حطيت درجة من درجات الاحمر الغامقة شوية، بعد كده رجعت تاني حطيت درجة من درجات الاخضر، دي بقى درجة اغمق شوية من الاخضر. استمتعوا يا جماعة وانتوا بتلونوا، الموضوع ده يعني بيغير مود جدا جدا جدا. نرجع تاني لمعلوماتنا عن العنب. كمان يعني فوائد كمان البذرة بتاعة العنب بتساعد في حاجات كتيرة جدا مفيدة جدا للجسم وكده. فعامة انا اول مرة كنت اعرف كمية المعلومات دي عن العنب، معرفش ان هو ليه فوائد كبيرة قوي كده. انا من الناس اللي مكنتش باكل عنب كتير، انا من بعد ما سمعت المعلومات دي وعرفتها انا بقيت حاسه ان انا لازم اكل عنب كتير قوي عشان يفيدني صحيا. وانتوا كمان لازم تاكلوا العنب عشان يعني صحتكم تبقى كويسه. وفي العموم الفاكهه عامه حاجه مفيده جدا للجسم، فنحاول ان احنا ناكل فاكهه عشان تبقى صحتنا كويسه وكل حاجه عندنا حلوه ان شاء الله. هفكركم تاني متنسوش تبعتوا الحلقة لأكبر عدد من صحابكم عشان يستفيد زي ما انتوا استفدتوا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا حاجة جديدة وتعلمتوا ازاي ترسموا العنب وتلونوه بطريقة مختلفة. واشوفكم في حلقة جديدة مع حرف ورسمة ومعلومة جديدة. باي باي.